السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة في قناتكم وليمة مع كلثوم. اليوم سعيدة جدا بلقائي بكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة. جبت لكم الخضر المخللة ناجحة 100%. نقدروا نقولوا تدخل في تحضيرات رمضانية، غادي تحتاجوها بزاف في الحشوات ديالكم. غادي تحتاجوها مع الزيتون المشرمل، وهذا هو وقت ديال الزيتون. الا رقدتوه خلطوه مع هاد الخضر المخللة، راه كتباع غالية عند صحاب الزيتون. الوغ بامكانكم توجدوها في الدار وتشرملوا بها الزيتون ديالكم. الفطور كيجي غزال بواحد الشرموله ساهله. الزيتون ديالكم رقدوه ديال الدار وخلطوه مع هاد الخضر هادي. كتصلح في الحشوات مثلا، او حتى في البسطيله ديال الحوت تقردوا شي شويه من هاد الخضره هادي. اولا الا درتو شي حوته كبيره معمره مثلا بالفيغميسيل، خلطوا مع لافارس، خلطوا معاها شويه من هاد الخضر هادي. كتصلح لعده استعمالات. المهم نتوما اولا رافقوا بها الاطباق ديالكم غير هكا بوحدها، حطوها في جنب الطبله ملي تكونوا مثلا درتوا الفخيتوز ديال الحوت، اولا رافقوا بها الاطباق ديالكم. هنا غادي ناخذوا شنو الخضر اللي عندي الحامض، وعندي الشوفلور من ألذ الخضر اللي ممكن ديروها مخلله. انا بعدا العشق ديالي الشوفلور مخلل. عندي خيزو، وعندنا الخيار كيعطينا هذاك المذاق ديال الكورنيشو مثلا. لما لقيتوش ديروا غير الخيار. وغادي نحتاجوا واحد المحلول اللي غادي نحتاجوا فيه الملحه، غادي نحتاجوا فيه الهريسه، غادي نحتاجوا فيه الخل. هو فاش غادي نخللوا هاد الخضر هادي. الوغ شويه ديال الايترو ديال الماء تقريبا غادي نطيبوه مسبقا، وغادي نتسناوه يبرد باش نخللوا فيه الخضر ديالنا. هنايا غادي نوريكم الحامض مصير. طريقته بوحدها راه شاركتها معكم. كيجي غزال، تيجي الحامض ديالكم رائع. هذا كيصلح مثلا الدغميره ديالنا مع الدجاج. معروف استعمالات ديال الحامض مصير في الطنجيه، كيجي زوين ناجح 100%. كيبقى محافظ على اللون ديالو، يعني ما تيكحل ما حتى شي حاجه. هذا تقريبا في عمر واحد 6 شهور هو عندي ومازال، يعني ما الا ما احتاجيتوش يقدر يبقى اعوام ما يوقع عليه حتى شي حاجه. نرجعوا للخضر ديالنا. هذه طريقه اخرى باش نخللوا بها الحامض انا قطعته على جوج ديال الانواع، قطعته داير وقطعته على 4. الحاجه الوحيده اللي درت هنايا انه الشوفلور ديالي خويت عليه الماء طايب. هنا خويت عليه الماء طايب بارابور الخضر الاخرى. علاش؟ لانه هو كيشدها بشي شويه باش انه يتخلل، كياخذ مده اطول بارابور الخضره الاخرى. داكشي علاش غادي نهرسوا الجهد ديالو بالماء طايب. فواحد القريعه هنايا تكون محكمه الاغلاق. لما كانت عندكم محكمه الاغلاق غادي نديروا السلوفان ونغطوها مزيان. قرعه ديال الزاج من الاحسن هما اللي تيكونوا مستغليزين من الاول، خويتو عليهم الماء طايب ونشفتوهم. وغادي نبداو كنخللوا في الخضر ديالنا. هنا غادي نديروا طبقات. نتوما حتى في الطريقه ديالهم صراحه القرعات هذه انا كنحطهم في واحد البلاكار هكا، كيجي المنظر ديالهم زوين، كتزوقوا بهم الكوزينه ديالكم محطوطين، كيعطوكم ديكور وفي نفس الوقت كتستغلوهم وكتستافدوا منهم. هاد الخضيره هذه كديروا طبقات وكتلعبوا على الالوان. انا هنا غادي ندير واحد الطبقه ديال الحامض مثلا، طبقه ديال خيزو، طبقه ديال الشوفلور، طبقه ديال الخيار. كتلعبوا على الالوان هكا، كيجي ديكورهم زوين وفي نفس الوقت راه كيفيدوكم، يعني ماشي غا ديكور لا شيء. كيجي زوين صراحه. هاد القريعات هادو لا وجدتوهم ودرتوهم معكم هكا في البلاكار كيعطيو منظر زوين. لعبوا بالالوان كيف ما بغيتو. هنا قلت لكم الشيفلور هنا خويت عليه غير الماء طايب. الخضر الاخرى غادي نديرها نيشان خضراء. قطعوها كيف ما بغيتو. انا قطعتها طويله، قطعت خيزو طويل، قطعت الخيار حتى هو طويل، والحامض قطعته دي غونديل، وكل دائره قطعتها على 4. كيعطي الحموضه زوينه. داك الحامض مخلل عكس الحامض مصير، يعني كله المذاق ديالو كله الاستعمالات ديالو. الحامض مصير كيمشي كل ما هو دجاج، الحامض المخلل كيمشي مع كل ما هو حوت. كما قلت لكم بسطيله ديال الحوت غادي تشدوا هاد الخضر هذه مخلله وتقطعوها وديروها في بسطيله ديال الحوت، ديروها في لافاخ ديال الحوت معمر مثلا في الفران. هنا من بعد ما عمرت الخضر ديالي هنايا خلطت داك الشويه اللي بقاو عندي، خلطتهم ورميتهم في الخضر في القرعه. وهنا درت طبقات. نتوما كيف ما بغيتو كتشكلوا ولا كتلعبوا على هذه القضيه هذه كيف ما بغيتو. هنا غادي نبداو كنوجدوا في المحلول ديالنا في واحد البول. اشنو غادي ندير ايترو ديال الماء اللي ديجا غليتو الماء طايب وتسنيتو تبرد. ايترو تقريبا لكل لتر من الماء غادي نحتاجو الخل من الاحسن تعبروا بواحد الكويس ديال القهوه هكا. ديروا كاس ديال الخل. ما عندكمش هاد الكويس ديال القهوه 4 كاس ديال العنبه، 4 كاس تقريبا. ما كاينش شي يعني دي ميزور اللي هما اكزاكت، ماشي بالضروره انكم تقدروا غير تخويو هكا الخل عينكم ميزانكم ماشي مشكل. الناس اللي كيبغوا المقادير مضبوطه راه هي هذه المقادير مضبوطه. زائد واحد 4 المعالق ديال الملحه. الا عندكم العاديه ديروها، ما عندكمش العاديه وعندكم الحيه، ديك الملح الحيه اللي كنخللوا فيها
الزيتون ديالنا وكنرقدوا فيها الزيتون كان احسن. زائد واحد المعلقه بومبي ديال الهريسه كتعطي واحد اللون زوين، كتعطي واحد الحموضه، واحد مروريه زوينه المحلول ديالكم. كاين اللي كيدير واحد القطعه ديال الباربه باش كتعطي واحد اللون موف، وفي نفس الوقت كاين اللي كيبغي باربه مخلله. على فكره ممكن حتى هي تخللوها، انا ما تيجينيش داك اللون ديالها، تيولي الشفلور موف، كيوليو كاع الخضر واخدين داك اللون. من الاحسن تبقى، انا كنفضل الخضر ديالي تبقى هكا محافظه على الالوان ديالها الطبيعيه. وغنبدا كنعمر في القريعات ديالي. من الاحسن انكم تعمروهم حتى الفوق بهذا المحلول هذا. راه الخل والملحه راه مواد حافظه طبيعيه، ماشي بالضروره كيف ما قلت لكم انكم تحافظوا على القريعات ديالكم في الثلاجه، راه كنحطهم غير في البلاكار وكيعطيو واحد الديكور زوين. و تيكونوا هكا الخضر ديالكم واجده ابتداء من 3 ايام الاسبوع، تقريبا بين 3 ايام والاسبوع تتكون الخضره ديالكم موجوده. جبدوها كلوها صالحه وكتبقى عندكم حتى 3 شهور ما تيوقع عليها حتى شي حاجه. غير الاساس انه القريعه ديالكم فاش تفتحوها وتبداو تهزوا منها، اي قريعه بديتو كتكونسوميو منها حطوها في الثلاجه، حيت فتحتوها وهزيتو منها من الاحسن تحافظوا بها في الثلاجه بعد الفتح حتى كتساليوها. عاد كتجبدوا قريه اخرى اللي كتكونوا ديجا حاطينها غير في بلاكار، ما كاينش مشكل. اخر حاجه غادي نختم بها هي ورقه سيدنا موسى، كيعطيو واحد المذاق زوين، وتا هما كيلعبوا واحد الدور كبير في كماده حافظه. من الاحسن ديروها كامل الفوق باش كنتفاداو اي دخول او اي تسرب ديال الهواء للقريعات ديالنا. الا كانوا عندكم قريعات محكمين الاغلاق كانوا مزيان، كنتو شاكين فيهم كيف ما انا، ديروا السلوفان عاودوا سدوه باش هكذا كتاكدوا بلي انه ما غاديش يدخل لهم الهواء، لان الهواء كيفسد الحاجه. هنا بقات لي واحد القريعه شنو غادي ندير فيها؟ غادي ندير فيها الفلفله السودانيه. غادي نخرج من بعد وغادي نجيب الفلفله السودانيه حاره مزيبدات، وغادي حتى هي نخللها بنفس الطريقه. ها هي كتشوفوها من بعد ما ساليت التسجيل ديال الحلقه معكم. في العشيه جبت الفلفله ديالي وتا هي درت معها نفس المحلول، كتجي غزاله هاد الفلفله هادي. اشاك فوا مثلا تشهيتوا الحار وما عندكمش فلفله مثلا موجوده في السوق وما كاينش موجوده في الثلاجه، كتجبدوها من القريعه ديالكم مخلله واجده. انا حطيت لكم الحامض مصير اللي ديجا الطريقه ديالو راه كاينه في لاشين، غادي نحطها لكم في اول تعليق. تا هو طريقه ديالو ناجحه. وهاد الخضر هذه المخلله، على فكره هذه الطريقه ديال المصريين، وكنعرفوا ان المصريين خبراء في هذه الوصفه. يعني احنا واخا هكاك ثقافتنا المغربيه ما فيهاش ما كنديروش الخضر مخلله. كنشريوها مع عند الناس ديال الزيتون، الناس اللي كيبيعوا الزيتون كنشريو من عندهم هكا الزيتون مع الخضر مخلله. هنا غادي نعطيكم تطبيق سريع لهاد الخضر المخلله. كناخذوا الزيتون ديال الدار، انا ما كانش عندي هكايا مفرشخ، فرشختو حيدت له العظم، درنا مع الاعشاب العطريه شويه ديال اليازير، شويه ديال الزعتر، وغادي نديرو مع الملحه لا داعيه، وغادي نديرو شويه من ديك الخضره من بعد ما دازت واحد الاسبوع كانت مخلله واجده صالحه للاكل. شويه ديال الفليفلات، شويه ديال الشوفلور، شويه من داك الحامض، وغادي نديرو شويه من الهريسه الا بغيتو، ديروا شويه ديال الربيع، شويه ديال البزار، شويه ديال الفلفله حمراء، وغادي نديرو الكمون، وغادي نديرو حتى زيت الزيتون، وخلطنا كلشي. وهكذا كانت الوصفه ديال الزيتون كتجي رائعه بزاف وشهوه منها تفطروا بها رائعه. وهكذا تيكون تطبيق من التطبيقات ديال الخضر المخلله. الناس اللي كيسولوا فاش ممكن نستعمل هذه الخضر هذه، وكاين عده تطبيقات غادي نحطها لكم في لاشين مره. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تجربوها واعتمدوها، وراه غادي تنفعكم بزاف في رمضان. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، والى اللقاء حتى شي حلقه اخرى ان شاء الله.